هتعملي اكل في بيتك ايه النهارده يا دودو؟ النهارده اخر الاسبوع، اخر الشهر، بس انا هعمل لكم اكله شعبيه من الدرجه الاولى. اكله ما فيش حد في مصر كلها بيختلف عليه، بل بالعكس بيجي لنا من دول الخليج، من اوروبا، من كل حته في العالم يطلبوا الاكله دي. اكلتنا ايه؟ كشري مصري. بس قبل اي حاجه هنسمي الله ونصلي على النبي. يلا بينا. اول حاجه بقى هنبتديها معانا، هنبل العدس. هحط عليه ميه سخنه حوالي ربع ساعه كده. هنبتدي بقى معانا هنا بحاجه اللي هتخلي اكلتنا زي السكر. معايا طبعا هنا طاسه على النار زي ما انتم شايفين، انا حاطه فيها زيت. في ناس كتير هتقول ده زيت كتير، لا هو مش زيت كتير ولا حاجه، لاني انا هستخدمه بعد كده. معايا هنا حوالي 4 بصلات كبار مغلفاهم بنشا، حوالي 4 معالق نشا برده. حد يقول كتير، لا مش كتير ولا حاجه، لان احنا بنموت في البصل، وحتى لو كده بنقرقشه كده واحنا قاعدين. فهنسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله. البصل خد معايا اللون اللي انا عايزاه اهو. شوفوا بقى ان انت تكوني مكتره الزيت بقى بيخلي ايه البصل معاكي ما يتحرقش ويديكي ده اللون الذهبي اللي انا عايزاه. طبعا لو انت عندك مناديل مطبخ طلعي عليه، انا ما عنديش، بس انا عندي مصفى زي دي هطلع، عشان طبعا البصل لو فيه زيت زياده يتصفى. بسم الله. احنا يا جماعه من عشاق البصل بتاع الكشري ده، والله لو مش هناكله على الكشري بنحب ناكله كده واحنا قاعدين. نزلت بقى طبعا، هنزل بالجزء التاني كده من البصل. بسم الله. بعون الله جربي طريقتي، هنعمله كأنه كشري المحلات والله. طبعا هطلع بقى بقية جزء البصل اهو التاني. ده بقى الجزء التاني. هناخد بقى طبعا الزيت ده هنستعمله، هصفيه وارجع لكم تاني. هنبتدي بايه بقى؟ هنعمل الصلصه. ده زيت البصل اللي انا صفيته، هناخد منه شويه. بسم الله الرحمن الرحيم. الزيت ده بقى اللي هيطعم معانا الكشري قوي. شويه حلوين كده، كتري وما تستخسريش. طبعا هو الزيت سخن معايا عشان لسه مصفيه. اللي يقول بقى الكشري صلصته ما فيش بصل، لا، بصليه صغيره كده مولوده اول امبارح زي ما انتم عارفين يا جماعه. سمينا الناس ماشي، انتوا عارفيني طبعا في اي حاجه يا دوب بخلي ايه البصله تاخد الصدمه. معلقه توم صغيره كده دلوقتي نشم ريحتها. اول ما نشم ريحتها كده واو، ان شاء الله باذن الله هاكلكم كشري النهارده. ما تقولوش بقى كشري ابو طارق، طبعا احنا الراجل ما نقدرش نختلف عليه لان هو طبعا قديم في الشغلانه، بس احنا هنقرب ليه ان شاء الله. هننزل بالكزبره يا دوبك برده نشم ريحه الكزبره. ننزل بحوالي ربع فنجان خل كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هننزل بقى طبعا بالطماطم بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. طماطم بقى بسم الله ما شاء الله، اللون تحفه. طبعا نص معلقه سكر كده عشان الحموضه. كمون، ملح بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. هنسيبها بس حوالي 10 دقايق. هنا بقى بصوا ده القوام المطلوب للسلطه، مش عايزه اكتر من كده ولا احط عليها ميه بقى ولا اي حاجه. الطعم يجنن والريحه تحفه. معانا بقى حله على النار، حط فيها برده شويه زيت من بتاع البصل. بسم الله. هنزل بقى بالشطه. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا طبق كده نشم ريحه الشطه. ريحتها رهيبه. هننزل بكبشه صلصه. هنزل بقى عليها كده بربع كوبايه ميه، كوبايه ميه بس عشان اخففها شويه. شطه محلات دي بقى ولا مش شطه محلات؟ بصوا هي دايما بيبقى عليها كده الماده الدهنيه بتاعتها فوق كده. انا بقى هعمل معاكم الدقه. دول كوبايتين ميه سخنين، انا بعملهم على البارد. كوبايه خل. معايا هنا قرن فلفل انا دقاه، رومي على حراق،
وهنا طبعا التوم بتاعي مفروم هنزل بيهم. معايا حوالي 3 ليمونات. هنا بقى طبعا عصرت 2 ليمونات اهو. هنا ده كمون وكزبره. الملح حط حوالي معلقه ملح. تاخدي بقى معاكي احلى دقه كده. بقى الدقه معانا جاهزه. احنا كده جهزنا البصل، الصلصه، الشطه، الدقه. هبتدي بقى معاكم اعمل الرز. زي ما انتم شايفين معايا حلتين على النار. هنا هسلق المكرونه وهنا اعمل الرز. احط شويه زيت طبعا برده من بتاع البصل. هنا طبعا نزلت بالشعريه. طبعا اللون الذهبي اللي احنا وصلنا له هننزل بالرز. الله اكبر. وده طبعا بقى العدس اللي انا كنت حاطاه في ميه سخنه يتنقع اول الفيديو خالص. هنزل بيه. التشويحه بقى بتاعت الرز ده تشميع الرز بقى اللي بيخلي معاكي الرز مفلفل. هنشمعه او نشوحه كده حوالي دقيقه. وطبعا للاسف المقطع ده اتمسح. انا هنا نزلت بالملح، الكمون، فلفل اسمر، وطبعا الميه بتاعتي. طبعا شفتوا بقى اهو يا دوبك بس فوق الرز عقل الصباع. اغطي عليه بقى هسيبه ياخد اول غلوه وارجع. الميه بتاعتي بقى هنا غليت. هنزل بالملح. بسم الله الرحمن الرحيم. انا ما بحطش اي حاجه في ميه سليق المكرونه سواء كشري او غيره غير الملح بس. دي مكرونه معوجه ماشي. هنزل بحوالي كيس. وكيس سباكيتي. سيبها 2 بس كده. طبعا انتوا عارفين المكرونه ما بتاخدش حوالي 5 دقايق بس. بعون الله هتاكلوا احلى كشري. اللي خلانا عملنا كشري ايه النهارده بقى؟ العيال بيقولوا لي يا ماما عايزين ناكل كشري. هات لنا كشري من بره كل واحد علبه. طب انا اجيب يا جماعه لكل واحد علبه ب 30 جنيه واحنا 5 افراد. صرفنا 150 جنيه. ولو حد طبعا رجع من الولاد جاع مش هنلاقي. فليه بقى؟ شويات صغيرين يعني كيس مكرونه نص من كل واحد حوالي 400 جرام، وكوبايتين رز، كوبايه عدس، كوبايه شعريه. عملت حله كشري كلوا لو حد جاع هياكل برده تاني. وحاجه في البيت بقى ما شاء الله لا قوه الا بالله. بصوا يا جماعه الخطوه اللي انا هعملها دي مهمه قوي. بصوا الرز بسم الله ما شاء الله. بس اهم حاجه الرز يتفضى كده علشان يبرد وما يمسكش في بعضه. تفضلي بقى تعمليه كده عشان يبرد شويه حوالي دقيقه كده. كده بقى عمره ما يمسك في بعضه ابدا ويفضل مفلفل معاكي. هو اصلا بسم الله ما شاء الله الله اكبر. بصوا الرز بيلمع وجميل ازاي. بصوا بسم الله ما شاء الله. وخطوه بقى كمان اساسيه كده. انتوا طبعا عارفين ان انا ما بحط زيت في سليق المكرونه ولا اي حاجه، بس دوت شويه زيت برده من بتاع البصل. هقوم حاطه كده هيطعم ايه؟ هيطعم معايا المكرونه. يبقى كده بقى بصوا انا يعتبر ما فضش معايا زيت. الزيت اللي انا حطيته اللي انا عملت بيه. هنعمل ايه بقى؟ بسم الله ما شاء الله. هنبتدي ايه؟ نغرف. هناخد طبعا الرز. بسم الله الرحمن الرحيم. ناخد الرز بتاعنا كده. مكرونه بسم الله ما شاء الله. نحطها كده. ماشي. الصلصه بتاعتنا بسم الله. طبعا ما شاء الله زي ما انتم شايفين سلاسل دهب دي على فكره مش بصل. نبتدي بقى نحط البصل بتاعنا كده. بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. حاجه كده خرافه في منتهى الجمال. وعملتي كميه في بيتك وفلوس قليله احسن لما تجيبيه من بره. طبعا الكشري بتاعي هنا بقى ناقصه حاجه واحده بس. الحمص. انا ما عملتش حمص فيه لاني احنا ولادي ما بيحبوش الحمص. ما فيش بس غيري انا طبعا والحاج صاحب البيت، والحاج صاحب البيت مش موجود فانا لوحدي. فقلت هجيب حمص ليه فعملته من غير حمص.
ما شاء الله. طبعا الكشري بعد ما خلصناه، كشري بيت هدى. معانا طبعا الصلصه، معانا الدقه، معانا الشطه. اتمنى طبعا لو وصلتوا لحد هنا في الفيديو تعملوا اشتراك في القناه، تعملوا شير للفيديو، تحطوا لي لايك، تعليق حلو منكم تشجعوني على اللي انا بعمله. مع السلامه.